مرحبا ابو يوسف. اهلا استاذ سالم، جيت بوقتك، الشاي سخن وخمير، تفضل اخي. قبل ما اشرب شاي شو صار بالمسجله؟ كل خير اخي، كل خير. يعني تصلحت ولا ما تصلحت؟ الشبك طالع خلق علينا؟ لانه مسجله صار لها عندك اسبوع، يعني بهالاسبوع كانت تصلحت اذاعه بحالها، مو مسجله صغيره مثل هاي. وينها؟ بسيطة، تفضل اخي. وهي المسجلة، بس انت روق علينا شوي. يعني خلاص مشي حالها تصلحت تماما؟ شو نحن عم نلعب لك ها؟ لا طبعا ما عم تلعب، المهم شو كانت علتها؟ غيرت لها المكثف والفحمات ونظفت لها الراس. مو على اساس بس المكثف عاطل؟ مزبوط، هيك بين معي من المعاينة الأولانية، بس بعد ما فتحنا المسجلة بين معي عطال تاني، يعني شغلتنا أستاذ مثل الدكتور، ما بيقدر يعاين مزبوط إلا اللي يشوف بعينه. شلون يعني؟ يعني الدكاترة بيقولوا للمريض معك زايدة أو بحصة بالمرارة أو أي شيء من هاد، ولما بيفتحوا بطنه بيلاقوا عطلين ثلاثة غير العطل الأساسي وهم بيصلحوهم بطريقهم. وعنا هيك بنعمل مع الأجهزة الكهربائية، بنفتح المسجل مشان نصلح المكثف، بيطلع معنا بلاوي متلتلة ما كنا حاسبين حسابها. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بنا أبو يوسف؟ صاير عم تحكي أكثر من هالراديوهات اللي عم تصلحها. يمكن عديت منهم. المهم هلا قديش طلع لك معنا؟ 600 ليرة بس. قديش؟ 600. تشتريها؟ نعم. مو كتير 600 ليرة؟ لكن مو كتير؟ كنت فاصله شوي، لا تعطيه مثل ما بده. ما بقدر فاصله، لأنه أنا ما بفهم بهي الشغلة. بعدين شو عرفني شو حاطط حق مكثف ولا حق فحمات؟ هذا إذا كان حاطط هيك شيء من عين أصله. يعني معقول يكون عم يكذب عليك؟ ما بعرف، وما بقدر أحطه بذمتي. بعدين المسجلة جديدة، معقولة يتعطل فيها 3 شغلات دفعة واحدة؟ والمشكلة إنه أغلب المصلحين بيستغلوا جهلنا بالأمور الفنية وبيقطشوا وبيلحشوا على كيفهم. مثلاً بيجيك مصلح البرادات، شو بيقول لك؟ عبيت لك غاز، صلحت لك الضاغط ولفيت المحرك. طيب اوكي، مصلح التليفونات، الذاكرة مضروبة والمكثف اللي رقمه مدري قديش محروق. بيجي مصلح تلفزيونات، بيلعي قلبك وبيشرح لك ساعة عن الايسيات وعن ناخب الالوان وما بعرف شو ضراب السخن هذا اللي بيسموه، وانت ما بيطلع بايدك شيء ابدا الا تدفعي له. بعدين مين هذا الشاطر اللي بده يقعد يناقش المصلحين بالضواغط والمكثفات والايسيات والفيوزات الطاقمين؟ هلا معقولة كل المصلحين هيك؟ أنا ما قلت كلهم، أكيد في منهم بيشتغل بضمير وجدان، بس يعني هدول قلال. بتعرفي ندى، أنا عم تخطر لي فكرة جهنمية. شو هي بقى هالفكرة الجهنمية؟ ليش أنا ما بفتح محل تصليح للأجهزة الكهربائية؟ أنت؟ ليش شو بفهمك أنت بهيك شغلات؟ صحيح أنا ما بفهم فيها، بس يعني بدبر راسي. شلون بتدبر راسك؟ لا كان أبوك مصلح مسجلات ولا جدك مصلح تلفزيونات؟ بدبر راسي، شو هي كيمياء؟ مرحبا معلم. أهلين أهلين وأهلا وسهلا. مبروك المحل. الله يبارك فيك. إذا بتريد ممكن تشوف لي الراديو الله يخليك. إيه تكرم عينك. شو بقوم شو بشكي؟ ما بعرف هيك صوته شوي عم بيوش. بجوز يكون بده عيار الديسبل أو تغيير وشيعة، اترك لي إياه شي يومين. طيب قديش بكلف يا ترى؟ ما فيني اقول لك قبل ما صلحه، على كل ما رح نختلف. شو الاسم؟ نادر. اوكي، شي يومين 3 بيكون جاهز. ماشي طيب شكرا يعطيك اهلين، العافية. الله معك، مع السلامة. يعطيك العافية. الله يعافيك. في مسجل باسم عصام، يا ترى جاهزة؟ ايه لحظة إذا بتريد. هاي المسجلة جاهزة، رح أجرب لك إياها قدامك. ماشي. فيها شريط لشوف. شلون هيك صوتها تمام ما؟ تمام مزبوط، يسلموا الايدين. شو كان علتها هي؟ بعد المعاينة الأولى غيرنا لها الاي سي وحطينا لها مضخم صوت. يعني قديش الكلفة؟ 350 ليرة بس. طيب. شرف. أهلا وسهلا. معوضين. يسلموا ايديك. مرحبا يا أخي. أهلين وسهلين. بتصلح مكاوي حضرتك؟ ايه طبعا نحن بنصلح كل شيء مدام. شوف لي المكواية الله يخليك. شو علتها؟ عم بتكهرب. بسيطة مدام بسيطة، خلي لي اياها كام يوم. وإن شاء الله ما بتكلف كتير. والله يا اختي ما ببين معي لحتى افحصها واعرف شو علتها. طيب افحصها هلا وقول لي شو بتكلف. لك لا شو هلا مدام؟
مانك شايفه قديش مكوم الشغل فوق طاولتي؟ هلا ماني فاضي. بصراحة أنا خايفة تكلفني زيادة وما أكون عاملة حسابي لهالشي. ولا يهمك مدام، ان شاء الله ما بتكلف كثير. انت قديش عامله حسابك؟ يعني شي 200 250 ليرة. باذن الله ما بتكلف اكثر من هيك. شو الاسم؟ أم نوري. اهلا وسهلا فيكي. هاي ام نوري، ان شاء الله يوم الخميس بتكون جاهزه. يعطيك العافية يا أخي. اهلين، مع السلامه. وهون السيد نادر. السيد نادر. ها. الو، نعم. اهلين. شو؟ الغراض؟ طيب بجيبهم بطريقي. لا بجوز اتاخر على الغداء. ايه مشغول. لك بشو يعني؟ عندي تصليح. ايه طيب، الله معك. شلون عم يصلح وهو ما بيعرف يفك برغي؟ وهي مكواية ام نوري كلفت 50 ليرة، غيرنا لها الأشرطة والفيش. اوكي. وهي مسجلة ماهر الأضماني. نعم. كلفت 150 ليرة، كان المكثف محروق. وهي خلاط مساميح، بدلت له فيوزين وترانس، وكمان كلف 150 ورقة. مزبوط. وهي سشوار بنت مسميرة، كان موتوره محروق، كمان كلف 200 ليرة. الله يسلم هاليدين يا ابو يوسف. هيك قديش حسابك صار؟ يعني كلهم على بعضهم إذا قلنا 550 ورقة. حاجه 500 ابو يوسف، حاجتك يعني ليش كل هالطمع؟ ماشي الحال، مثل ما بدك أخي. تفضل. معوضين إن شاء الله. ابو يوسف، في تلفزيون اسود وابيض قديم جاييني، بتعرف فيهم هدول؟ بعرف بكل شيء، شو ما اجاك انا جاهز. ماشي الحال، اصبح بكره ببعث لك اياه مع الصبي. اقعد اشرب شاي. مستعجل كثير ابو يوسف، ما فيني، عندي شغل كثير بالمحل، بدي اروح صلح. ايه صحيح، لازم تصلح. ايه بدك تعلمني التصليح ابو يوسف؟ لك ايه شو بدك بوجعة الراس وتتعلم طالما انا موجود. قولتك انا ذهني سميك، بحياتي ما راح اتعلم. يعطيك العافية يا أخي. اهلين ام نوري، الله يعافيكي. شرفي، هي المكوايه جاهزه. الله يسلم الإيدين. قديش كلفت أخي؟ 200 ليره بس. تفضل. يسلموا هاليدين. كتر خيرك. وينك ام نوري؟ اذا رجعت كهرباء ترجعي لي اياها فورا. ها ماشي. يعطيك العافية. مع السلامه، الله معك. يعطيك العافية. اهلين، الله يعافيك. تصلح الراديو؟ انو راديو؟ من يومين جبت لك راديو كان عم بوش وقلت لي مدري شو بدك تغير فيه ووعدتني بعد يومين. ايوه تذكرت صح. سيد نادر ما هي؟ ايوه بالضبط. لحظه شوي. وين حطينا؟ شلون هيك صار؟ معقولة نسيتوا عند الزلمة؟ أخي نادر معلش، بترجع لعندي بعد يومين؟ لسه بدي انتظر يومين؟ عمي انا ما بدي بقعد بلا راديو، بدي اسمع اخبار. اسمع مني، ارتاح لك شي يومين من الأخبار بتدعي لي. طيب ممكن اعرف ليش بده يومين؟ لما فتحت الراديو لقيت الفيوز 3 على 14 محروق، وهذا الفيوز ما عاد عندي منه هون. بعثت لك على الوكالة بشارع النصر عند سوق الكهرباء، وبكرة راح يكون عندي. ماشي الحال، بس دخيل عينك، اعمل جهدك بعد بكره يكون خالص. ما بدي تروح علي حلقة حكم العدالة. ولا يهمك، انت تيسر وتطمن. يعطيك العافية. مع السلامة. انو راديو؟ راديو باسم نادر، جبت لك اياه من 3 ايام. حاضر، داير ادور لك عليه. دور عليه منيح ابو يوسف. بسيطة. شو صار معه؟ والله يا سيد سالم ما بين معي شيء. شو يعني؟ يعني بجوز انت ما اعطيتني اياه. لا انا متاكد اني جبت لك اياه بايدي. شو هالحكي؟ بسيطة، إذا متأكد ما بروح سيدي. أخي أنت بكرة تعال عندي وبلاقي لك إياه. ليش بدي ارجع بكره ابو يوسف؟ الله يخليك، خليني اخذه بايدي ويتيسر. الله يخليك يا أبو يوسف. لطيف، شو لحوح، مو هون بدي ادور لك عليه. وينك؟ السلام عليكم يا ابو يوسف. أهلين أبو عبدو. هاي مسجلة ام صبحي وهي راديو سيد نادر. شو عم يعمل هذا الراديو معه؟ شو عم يعمل يعني؟ عم صلح له يا ابو يوسف.